الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. باسمكم جميعا، باسم أحزاب التحالف، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم، باسم المنظمات الجمعيات الوطنية والولائية والمحلية، باسمكم جميعا، باسم أعيان هذه المنطقة، باسم أعيان ورؤساء وكل من له علاقة بهذه الولاية موجودون معنا هنا لا لشيء إلا لكلمة واحدة، تكملة على كلمة واحدة على قلب رجل واحد لاسترجاع السيادة الوطنية. فيجب علينا اليوم ومن هذا المكان، أرض الشهداء، الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء، هذه الأرض الطيبة التي تطلب منا هذه اللحظة أن نكون يدا واحدة على قلب رجل واحد، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. باسمكم جميعا أقول نرحب برجل أعطى للجزائر سيادتها وشارك في استرجاع الأمن والاستقرار للجزائر، هذا الرجل الذي شارك في المجال التنموي للجزائر، هذا الرجل الذي أعطى كلمة الجزائر كذلك في المحافل الدولية باسم الدين الجزائري، باسم الوطن، باسم الهوية، باسم الأمازيغية، ليوحد الشعب الجزائري على كلمة واحدة. فكما هو الشأن بالنسبة لهذا اليوم، هذا اليوم الذي كل الشعب الجزائري يحتفل به، يوم النصر، فعلينا اليوم أن نجدد العهد مع أنفسنا ومع كذلك رئيسنا ومع من يمثل مرشحنا السيد عبد العزيز بوتفليقة، نقولها كلمة واحدة، أن هذا العرس يكون عرسا كبيرا إن شاء الله يوم 9 أبريل، ونقول بالكلمة المعمول بها في الجزائر بأجمعها، هذه الكلمة التي كتبت بأحرف من ذهب، والسياسيين والمتتبعين ورؤساء الأحزاب والمنظمات الجماهيرية يعرفون معنى هذه الكلمة التي هي أرفع رأسك يابا. فكلنا إن شاء الله يوم 9 أبريل نرفع رؤوسنا. بماذا؟ بانتخاب رئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية. والسلام عليكم.